جيل زيد. انقسامات وخلافات بين جيل زيد حول الملف المطلبي. سمعنا الوثيقة التي أرسلت بالآونة الأخيرة كرسالة لجلالة الملك محمد السادس وبها مطالب جيل زيد. اليوم هناك مطالب زائدة وهناك اختلافات على بعض المطالب التي أرسلت. هذا يعني أن الانقسام حول مضامين الملفات المطلبية التي كتبها شباب حركة جيل زيد. اليوم البعض يريد تغيير المطالب، والبعض الآخر يتساءل لماذا وجهت المطالب فورا إلى القصر الملكي، أي إلى جلالة الملك محمد السادس. أتى الآن التفسير. هذا التجاوز الذي فعله جيل زيد لجميع مؤسسات الوساطة وتوجيه رسالة مباشرة إلى الملك، إن هذا الأمر يعني أنه رغم الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب طيلة العقدين الماضيين، إلا أن هناك قناعة للشباب جيل زيد، هي أن السلطة العليا لا زالت بيد الملك وليست بيد باقي الهيئات الدستورية. هذا معناه محدودية الإصلاح الدستوري والسياسي الذي تم القيام به، وأنه مهما قلنا وتحدثنا عن أن دستور 2011 دستور متقدم، إلا أن الممارسة أثبتت مرة أخرى أن السلطة بيد الملك لا غير. وهذا ما تؤكده الاحتجاجات التي تندلع من فترة لأخرى، مبنيا التقرير أن هذه الإصلاحات بها لم تقنع المواطنين بأن هناك اقتسام حقيقي للسلطة. وهذا ما يعنيه توجيه الشباب جيل زيد المطالب للملك لا غير. أوضحت التقارير أنه خلال حراك الريف تم توجيه الخطاب مباشرة إلى الملك، وفي الاحتجاجات الجهوية تكرر نفس السلوك، لافتا التقرير إلى أن نفس الأمر يتكرر اليوم مع احتجاجات شباب جيل زيد. إذن الاحتجاجات الجهوية للمطالبة بالماء المشروب وغيره من المطالب الأساسية يخاطب المواطنون الوالي أو العالم عوضا أن يتوجهوا إلى المؤسسات التمثيلية، مشيرا إلى أن ما وقع بجماعة آيت بوكماز، حيث توجه الساكنة إلى العامل بمسيرة على الأقدام، وكان معهم رئيس الجماعة لأنه لا حول له ولا قوة. إذن مطالب تفوق اليوم الأحزاب والبرلمان. اليوم الشعب حركة جيل زيد خصيصا يوجهون المطالب بشكل فوري لجلالة الملك محمد السادس. وبما أننا نرى انقسامات بمطالب جيل زيد، السؤال: من الذي يتحكم بمضامين هذه المطالب؟ الغموض التنظيمي وتضارب الآراء يهيمنان على المطالب المطلبية. هذه المطالب التي خرج المصطفى الرميد من أجل أن يعلق عليها ويقول: مطالبكم تفوقت بكثير على بعض الوثائق المتداولة. أي الرميد يمدح الوثيقة التي أرسلت من قبل جيل زيد لجلالة الملك. قال الرميد تحت عنوان: ملف مطلبي لشباب المغرب من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الوثيقة بمثابة تعبير عن نضج الشعب المغربي ككل، وتحمل دلالات تفوق مجرد مطالب فئوية. يرى الرميد أن أولى الملاحظات على الوثيقة هي جودة صياغتها ولغتها المحترمة، مما يرفع القبعة لهذا المستوى الراقي من الوعي الإصلاحي والسمو من الأداء الأخلاقي. أكد الرميد أن الوثيقة تكتسب أهميتها وقوتها من مرجعيتها التي ارتكزت عليها، وهي الدستور المغربي، التقارير الوطنية الرسمية. هذا الترابط بالأسس القانونية والرسمية جعل مطالب جيل زيد واجب التحقيق، مشيرا إلى أن هناك تحديات والجميع يعلم هذا، لأن هناك بعض الأزمات بقطاع الصحة والتعليم. لكن الرميد بشكل عام قال: يجب علينا أن ننظر للوثيقة التي قدمها شباب جيل زيد بنظرة احترام، لأنها وثيقة بها مطالب واقعية، ولعلها أهم من كثير من الوثائق التي تأتي إلينا. من هنا يجب أن نتحدث عن موضوع بالغ الأهمية، ألا وهو: بعض الأطراف حاولت
أن تدخل زورا لبعض المطالب التي أطلقها جيل زيد. الصبار يتزعم جبهة إصلاحية تنبه لمحاولات الركوب على مطالب جيل زيد من جهات مشبوهة. معنى هذه العبارة: نحن نعلم أن وثيقة أرسلها جيل زيد إلى جلالة الملك محمد السادس وبها مطالب. اليوم هناك بعض الفئات تقول أن المطالب ازدادت. ما هي المطالب الجديدة؟ إحالة الحموشي على التقاعد. هل يعقل؟ طبعا لا. هذه إشاعة كاذبة اخترقت من ضمن وثيقة جيل زيد، لأن الحموشي ترفع له القبعة أمن وأمان، سلم وسلام، والدول الأوروبية لطالما شكرت أجهزة الاستخبارات المغربي. إذن الجهات المغرضة وأعداء وحدتنا الترابية تريد إقحام مطالب زور إلى مطالب جيل زيد، ويحاولون الآن الإساءة إلى سمعة وصورة الحموشي، وهذه ليست المرة الأولى، لأننا سبق وشاهدنا الكثير من المحاولات يحاولوها للإساءة لصورة الحموشي، لكن نقول هيهات. وبما أننا ما زلنا نتحدث عن مطالب جيل زيد، جيل زيد اليوم يريد الضغط من أجل التغيير داخل الاتحاد الاشتراكي قبل حلول المؤتمر، وشبيبات حزبية تكثف تحركاتها لاحتواء غضب جيل زيد وإعادة الثقة بالعمل السياسي. خصيصا هناك اليوم غضب كبير بين ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات. المغرب يواجه أزمة دوائية حقيقية، هكذا قيل، فهل هذا حقيقة؟ تشهد السوق الدوائية المغربية بالآونة الأخيرة حالة من الجدل والقلق المتصاعد بعد تسجيل ارتفاع بأسعار عدد من الأدوية الحيوية، إلى جانب انقطاع أصناف أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة. اليوم جيل زيد يطالب بتخفيض أسعار الأدوية، خصيصا أن الأدوية بحالات مرضية مهمة، إذن طلبوا بتخفيض أسعار الأدوية وليست تغليتها، وأيضا أجهزة طبية حديثة من أجل أن تنتشر للمشافي بالمملكة المغربية. السؤال الآن: بعد فشل السياسات الحكومية ومطالب بمراجعة جذرية لسياسات التشغيل، كيف رأى أخنوش ما يحدث بالتفصيل؟ هناك جهات اليوم دخلت على الخط وطالبت أخنوش بالاستماع بشكل مباشر لمطالب جيل زيد. لماذا مطالب جيل زيد لم تأخذها الحكومة المغربية بالحوار، بالمشاورة، بوضع النقاط على الحروف؟ لماذا أخنوش لجأ إلى حملة رقمية من أجل أن يبهر المغاربة بإنجازاته من أول ما ترأس الحكومة؟ أي عوضا من إظهار إنجازاته على المؤسسة الرقمية كان عليه أن يخرج ويقول: صحيح هناك أزمات ونحن نعمل على حلها، لكن أخنوش لا يريد أن يعترف بأي أزمة تحدث داخل حكومته. بايتاس، اسمعوا، ليلة الأمس خرج وقال إن الحكومة استمعت إلى مطالب شباب جيل زيد، لكننا ننتظر أن يتوفر ممثل لهم من أجل الحوار. كلمات بايتاس مهمة للغاية. ما معنى ننتظر ممثل لهم من أجل أن نتحاور؟ خصيصا أن هناك لمسات أخيرة يتم وضعها لإخراج المجلس الأعلى للشباب إلى الوجود قبل نهاية السنة. وأيضا نتذكر كيف أنه تم ترشيح مولاي الحسن من أجل أن يترأس المجلس الأعلى للشباب، وأيضا أن يقوم بمحاورة شباب جيل زيد. وعلى ذلك اليوم بايتاس يؤكد على أن الحكومة علمت المطالب ونحن نريد أن نحاور الشباب. من الذي يمثل حركة جيل زيد حتى نفتح الحوار معه؟ هذا ما أكده بايتاس ليلة الأمس. وزد على ذلك بايتاس أيضا فجر مفاجأة حول قرب مغادرته من حكومة أخنوش. كيف؟ بايتاس يطلب ود الصحفيين بعد اقتراب موعد مغادرته الحكومة، بعدما أصبحت الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الولاية الحالية
منفرة للصحفيين بسبب ضعف التفاعل مع القضايا المطروحة والتهرب من الأسئلة التي ترى الحكومة بأنها محرجة. اليوم بايتاس يتقرب من الصحفيين أكثر. بالمعتاد الصحفيين لم يعودوا يحضروا ندوة بايتاس. لماذا؟ لأنهم يسألوا لا يجيب على الأسئلة ويتم إحراج. بايتاس أكد على أنه منذ اليوم سوف يتم هناك حوار وتناقش مع جل الصحفيين. إذن بايتاس أكد على قرب وده من الصحفيين، وقال بايتاس هناك فضاء مشترك نشترك فيه جميعا كحكومة كصحفيين بهدف توفير فضاء فيه المهنية والمعلومة التي يحتاج إليها المواطنين. منذ مجيء بايتاس لمنصبه قبل 4 سنوات اتخذ قرار بإقصاء ظهور الصحفيين المقدمين لأسئلتهم على البث المباشر للندوة الصحفية، عكس ما كان عليه الحال خلال الحكومات السابقة. هو الأمر الجاري به العمل بكل دول العالم، إلى أن قرر عدم إظهار الصحفيين وهم يستفسرون الحكومة بدون أي مبرر. أي الصحفي يحق له أن يسأل الحكومة عن آخر الإنجازات، عن بعض الأزمات. على عادة بايتاس منع كل الصحفيين من أن يطرحوا أي سؤال ممكن أن يحرج الحكومة. اليوم تغير الوضع وبايتاس يتودد من الصحفيين، خصيصا أنه مع اقتراب مغادرته. بعد أن اقترب من مغادرته المنصب عبر بايتاس عن استعداده لمراجعة هذا الأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها. الظهور من عدمه ليس هو ما يزعج الصحفيين الذين لا زالوا يضربون موعدا مع بايتاس كل أسبوع، بعدما اكتفت الغالبية بمتابعة الندوة من مكاتبهم عبر تقنية البث المباشر. بل ما يزعجهم أكثر هو الضعف الأخير بالتفاعل معهم، أي بحالة ما لم يتهرب عن الإجابة عن بعض الأسئلة فإنه يظل ملتصق بورقة معدة سلفا. أي أن الصحفيين يريدون أن يطرحوا أسئلة، يريدون أجوبة تلقائية من بايتاس، ولا يريدون الجواب أن يكون مكتوب على الورقة. هذا ما أتى من آخر التطورات التي تحدث. على ما يبدو هناك تغييرات متعددة سوف تحدث داخل الحكومة المغربية، خصيصا مع اليوم مطالب جيل-Z، وأيضا مع الاختناق الذي يعيش فيه أخنوش. لماذا نقول اختناق؟ نقول اختناق لعدد من الأسباب. اليوم المغاربة طالبوا بمقاطعة شركات أخنوش، وهذا در عليه خسائر كبيرة. زاد على ذلك لحدود الساعة أخنوش يحاول خلق بروباغندا إعلامية ليظهر إنجازاته منذ أن أتى لحدود الساعة. أتعلمون أن بن كيران ينتظر اللحظة التي سوف تسقط بها الحكومة من أجل أن يرشح نفسه على الفور، لأن من جديد بن كيران خرج بتصريحات يتحدث بها ويخاطب جيل-Z. يوميا تخرج تصريحات من بن كيران. ما هذه الغرابة؟ وهذا الأمر بات واضح للغاية. بن كيران يطمح للعودة من جديد إلى الواجهة السياسية، وكل تصريحاته الأخيرة تؤكد وتثبت ذلك. وبما أن اليوم الجمعة وهو اليوم المنتظر لخطاب جلالة الملك محمد السادس، اسمعوا الخطاب الملكي ديال الملك محمد السادس. صحيح وجه للبرلمان، لكنه يهم الجميع، وأيضا يهم الوضع الحالي من آخر التطورات التي تحدث بالمملكة المغربية. نحن أمام محطة دستورية لتجديد التوجيهات الاستراتيجية للمملكة المغربية، وهذا ما أكده محللين حول خطاب جلالة الملك محمد السادس. منذ دستور 2011 أصبح افتتاح البرلمان بالجمعة الثانية من أكتوبر لحظة سياسية ذات رمزية دستورية كبيرة، يجتمع خلالها أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بجلسة مشتركة يستمعون فيها إلى الخطاب الملكي الذي يعد بمثابة خارطة طريق تؤطر العمل الحكومي والبرلماني للعام التشريعي المقبل. وبخلاف انتظارات الشارع، فإن الخطاب الملكي خلال هذا الموعد الدستوري لا يصاغ بالضرورة على أساس ضغوط اجتماعية آنية، بل هو امتداد لرؤية استراتيجية شاملة تتأسس على استمرارية الدولة وتوازن مؤسساتها
بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو حركات مطلبية، إن محاولة ربط الخطاب الملكي بالاحتجاجات الشبابية الجارية يفتقر إلى الفهم المؤسساتي لطبيعة النظام الدستوري المغربي، الذي يجعل من هذا الموعد لحظة سياسية لتجديد التوجيهات الاستراتيجية، لا منصة للتفاعل مع التعبيرات الاجتماعية المتنوعة التي تعالج بمستويات أخرى من العمل الحكومي والحوار العمومي. وبهذا السياق اعتبر أستاذ علوم سياسية وقانون دستوري بجامعة محمد الخامس أنه يمكن تفسير تعليق الاحتجاج إلى يوم خطاب جلالة الملك بأنه محاولة لاستعادة النفس وبوجود انتظارات وانتصارات بخطاب جلالة الملك، كما يمكن اعتباره نوعا من الضغط أو أن هناك عوامل أخرى حاضرة. بجميع الأحوال اليوم كل التوقعات تؤكد أن خطاب جلالة الملك سوف يضع النقاط على الحروف وينهي الجدل، والتفكير بهذا المنطق يعكس وجود وعي سياسي، وهذه الاحتجاجات يغيب عنها التنسيق والقيادة، مما يعكس وعي بأنه كلما غابت هذه العناصر يصعب احتواء الحركة. وأكد المصدر الذي يتحدث ويترقب خطاب جلالة الملك بالقول إن الخطاب الملكي اليوم هو مناسبة افتتاح الدورة البرلمانية طبقا لمقتضيات أحكام الدستور. هذه الخطابات هي مبدئيا موجهة إلى البرلمان، ولكن بعموميتها وشموليتها تهم الجميع، كما أنها أحيانا يمكن أن تتناول ملف واحد، وأحيانا تكون قضايا متعددة ومتنوعة تهم توجيه البرلمان والحكومة نحو مبادئ معينة. ويرى الأستاذ القانون الدستوري أن افتتاح البرلمان يأتي هذه المرة بظرف حساس للغاية، خصيصا تزامنا مع تحركات حركة جيل-زد. وعلى ذلك اليوم كل التوقعات تؤكد أن خطاب جلالة الملك سوف يضع النقاط على الحروف، وهذه القراءة التحليلية التي قرأناها من أستاذ قانون دستوري بجامعة محمد الخامس. لا يسعنا أن نقول إلا حفظ الله المملكة المغربية، والمغرب اليوم ليس كمغرب الأمس. هناك أطراف عدائية تحاول استغلال ما يحدث بالمغرب من أجل النيل من الأمن والأمان المغربي، خصيصا المطالب التي تم إقحامها وفق مطالب جيل-زد، وهذه المطالب المزورة البعيدة عن المطالب المغربية بإحالة الحموشي على التقاعد. جميع المغاربة اليوم، جميع المغاربة يتفقون على قيادة الحموشي المهمة والكبيرة للجهاز الاستخباراتي المغربي. هذا ما يؤكد أن الأطراف الغربية وهناك جهات عدائية لوحدتنا الترابية ولإنجازاتنا يحاولون النيل من الرموز الهامة داخل المملكة المغربية ومن قضايا مهمة للغاية، ويحاولون التشويش عليها. لكن نقول هيهات، فالمغاربة أذكى من ذلك بكثير. ولا ننسى أن الإعلام الجازاري الذي ما زال لحدود الساعة يحاول تسليط الضوء على ما يحدث بالمغرب ويبعد أزماته الداخلية، طبعا لأن الإعلام الجازاري يختار المغرب العدو الكلاسيكي لتوجيه على المغرب كل شيء يحدث بالجازر من أزمات وعزلة وفضائح وانتكاسات، عوضا من أن يعترفوا ويحلوا الأزمات يلصقوها بالجار العدو الكلاسيكي الذي هو المغرب. حفظ الله المملكة المغربية، كل الحب والتقدير. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.